You know what I mean? Well, You know how to do that. I can't. huh? You know, you're much more together about this than I am. How do you do it? I was called 85 times today. Well, Good morning to all of you, ladies and gentlemen. We apologize for the interruptions. Once again, we link up with the Al NBC Rabia. for live coverage on the common results of the United States presidential elections. Stay tuned with us. DC, Illinois, Georgia, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Vermont, ويست فيرجينيا، محققا بذلك مجموع أصوات بلغ 159 صوتا حتى الآن. أما الرئيس الأمريكي جورج بوش فلم يفز سوى بثلاث ولايات، هي ساوث كارولاينا حيث فاز ب8 أصوات، وإنديانا حيث حقق 12 صوتا، وأوكلاهوما 8 أصوات، مجموعه حتى الآن 28 صوتا. معلوم أن المرشح الفائز يجب أن يحصل على 270 صوتا. بيرو لم يحصل حتى الآن على أي ولاية ولا على أي صوت. الرئيس الأمريكي أقر في تصريح أدلى به قبل نحو ساعة من الآن في ولايته في تكساس بأن الانتخابات حتى الآن لا تبدو جيدة جدا، إشارة هنا إلى أن كارول موزلي المرشحة الديمقراطية فازت في إلينوي لتصبح أول امرأة سوداء تدخل مجلس الشيوخ. يذكر أن هناك 11 مرشحة في هذه الانتخابات للفوز في مجلس الشيوخ الأمريكي. حاليا يوجد 3 نساء في مجلس الشيوخ. أستاذ آيات، سمعت النتائج طبعا، هل يمكن القول أن المعركة باتت شبه محسومة؟ بات من الممكن القول أن هناك أرجحية واضحة جدا، وهذه الأرجحية تمتد في معظم المناطق الأمريكية من الجنوب، حيث كسب كلينتون على ما يبدو جورجيا، وفي الشمال الشرقي كله، باعتبار أننا نعتبر أن نيويورك مرجح فيها فوز كلينتون، وبالتالي سيكسب من وست فيرجينيا إلى مين أنفسهم، معربا عن اعتقاده أنه توجد فرصة جيدة لهم ليفعلوا ذلك. وننتقل الآن إلى ضيوفنا الأعزاء في الاستوديو. نبدأ بالأستاذ غازي الرئيس سفير دولة الكويت. أستاذ غازي، جورج بوش حقق علاقة متميزة بين أمريكا ودول الخليج وساهم مساهمة بارزة في تحرير الكويت، وقد رأيت الآن نتائج الولايات التي أعلنت حتى الآن. كيف تنظر إلى هذه النتائج وإلى العلاقة ما بين أمريكا ومنطقة الخليج وخاصة الكويت في المستقبل؟ شكرا أخ نضال. أعتقد أنه الاكتئاب في هذه اللحظة غير وارد، ويجب علينا أن نعتبر أنه هذا حدث داخلي يهم أمريكا، ومن خلال موقف الرئيس الجديد والإدارة الجديدة تجاهنا نحدد مواقفنا. حصل من مركز تلفزيون الشرق الأوسط في لندن. إلى اللقاء.